الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، غير مكافئ ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وافتح على قلوبنا وعقولنا، واكتبنا في هذه الليلة من المقبولين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إلى الحديث 42 من أحاديث كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله عز وجل. وقلنا أن فيه 50 حديثا من أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، شرحها الإمام بعد أن كتب النووي 40 النووية، وجاء ابن رجب فأضاف إليها 8 أحاديث، وكانت أحاديث 40 42 حديثا، وأضاف عليها الإمام ابن رجب هذه الأحاديث 8، ثم شرحها لنا في نظم فريد وشرح كريم. في هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، فيه من حديث أنس بن مالك رضي الله عز وجل عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح مسلم من حديث المعرور بن سويد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال المصطفى: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام رحمه الله عز وجل جاء أيضا برواية ثالثة من رواية أحمد أن الله عز وجل يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. أيها الإخوة، أول شيء خلونا نتفق على قاعدة عامة، وهي أن الخلق كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصومين، وأننا خلق مخلوقون ومفطورون على المعصية من لدن آدم عليه السلام، حين عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. هذا شيء فطري، لكن وخير الخطائين التوابون. وهذا من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الرافضة الذين يقولون بعصمة الأئمة، وأهل السنة يقولون لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. معناها كل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عرضة لأن يخطئوا وأن يصيبوا. والميزان يوم القيامة حقيقته أن الله يزين لك الحسنات ويزين عليك الخطايا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن هذه حقيقة واقعة، لا يمكن لأحد أن يخرج خارج دائرة المعصية، وإلا أصبح هذا الأحد معصوما. وإذا أصبح هذا الأحد معصوما وجب على الخلق أن يتابعوه ويتبعوه، وهذا لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
دخل رجل على الإمام مالك بن أنس وهو يدرس في الروضة الشريفة، يعني أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام. سأله فأجابه الإمام مالك، فقال الرجل: ولكن الليث، يعني ابن سعد أو غيره، يقول كذا. فقال مالك هذه الجملة التي تصلح لأن تكون دستورا يسير عليها الخلق إلى يوم القيامة. قال مالك بن أنس: كل الخلق يؤخذ منهم ويرد عليهم إلا صاحب هذا القبر. معناها أبو فراس والأستاذ أبو حسين والشيخ يوسف والأستاذ كلنا يؤخذ منا ويرد علينا، إلا شخص واحد يؤخذ منه كل شيء ولا يرد عليه شيء، وهو مين؟ رسول الله. النبي كان مرة في أحد الصحابة يصلي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فناداه، فما أجابه الرجل، عم يصلي: ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر، وسجد وركع. بعد ما آخر الصلاة قال: لبيك يا رسول الله. قال: لما لم تجبني؟ قال: يا رسول الله كنت عم صلي. فقال: أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كان يجب أن تقطع صلاتك وتجيب رسول الله. هذا فقط الذي يؤخذ منه كل شيء ولا يرد عليه شيء أبدا، لأنه معصوم. أما نحن الصحابة، التابعين، الجيلاني، الأولياء، العارفين بالله، كلنا قد نخطئ وقد نصيب، لأننا مفطورون على هذا الأمر الأول، وهذه قاعدة. ثم ينبثق منها: لا تعاملني على أنني معصوم، عاملني على أنني إنسان بشر. إن شاء الله بتكون عمامتي قد قبة الجامع، أنا بالأخير إنسان، وأنت أيضا إنسان، التاجر إنسان، العامل، الصناعي، الوزير، الشرطي، كل هؤلاء الخلق بشر، قد يخطئون وقد يصيبون. وأما أهل الإيمان فإن أخطاءهم معدودة كالشعر الأبيض في الثور الأسود. وأما أهل المعاصي والبغض فهؤلاء الذين لا تعد معاصيهم، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. يخاطبنا رب العزة يا أيها الإخوة، يقول لنا: يا ابن آدم. شوف هذا اللطف بالخطاب، قال يا فاسق، يا كافر، يا منافق، يا عاصي، يا مجرم، يا مدمن، لا، قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لأنه ما في أحد يحاسب الله عز وجل، الله هو الذي يحاسب الخلق، والله هو الذي يرحم الخلق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما فيك تحاسب الله ليش غفرت لفلان وليش ما غفرت لفلان، لأن الله عز وجل هذا مما اختص به جل جلاله. قد يدخلك الجنة برغيف خبز، وقد يدخلك النار بكلمة. أما قرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كل أعمالها الصالحة ما نفعتها أمام حبسها لهذه الهرة التي هي حيوان أعجمي لا يفقه. إذن الله لا يسأل، فلا أحد يقول ليش الله أعطى فلان وأدخل فلان وغفر لفلان، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، لبيك يا رب خير. يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مهما بلغت الذنوب، ومهما عظمت الخطايا، ومهما وصلت بك المصائب، الله عز وجل لا يبالي ويغفر لك ويرحمك ويمحو عنك الخطايا ولا يسأل ولا يبالي. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل: تضمن هذا الحديث العظيم تضمن 3 قضايا. الأولى أن الله عز وجل ضمن لك المغفرة
بالدعاء وضمن لك المغفرة بالاستغفار وضمن لك المغفرة بالتوحيد. إذن 3 قضايا تضمنها هذا الحديث العظيم: الأولى الدعاء، والثانية الاستغفار، والثالثة توحيد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية. إنك ما دعوتني، بدك تسأل الله عز وجل وتلح عليه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: الدعاء مع الرجاء لا يرد، ومأمور به في قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وذكرت لحضراتكم أن آيتين في كتاب الله عز وجل لم يفصل بينهما بحرف عطف ولا استثناء ولا استئناف ولا شيء أبدا، وهي هذه التي بين أيدينا: ادعوني أستجب لكم، اذكروني أذكركم. مجرد أنك ذكرت الله عز وجل الله يذكرك، ومجرد أنك دعوت الله وسألت الله ورجوت الله الله يجيبك. وهذا مضمون وفي قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله ما حملت هم الإجابة ولكني حملت هم الدعاء. مجرد ما الله أكرمك بالدعاء ضمن لك الإجابة، لأن الله يقول: ادعوني أستجب. هذا وعد من الله جل جلاله. وقال ابن رجب في حديث آخر: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. الله ما بيعملها، فتح لك باب إنك تدعوه وتسأله، فلا يمكن أن يفتح لك باب الدعاء ثم يغلق عنك باب الإجابة. ثم قال ابن رجب: والدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاع موانعه، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه. قال: ومن أهم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة خرجه الترمذي، قال المصطفى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. أول وحدة لما بدك تسأل الله عز وجل لا بد أن تكون موقن بإجابة الله سبحانه وتعالى، يقين أشد من يقين أنك تراني وأراك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا اليقين أيها الإخوة حضور القلب بين يدي الباري سبحانه وتعالى. هذا تراه في عيون المتسول لما بدق عليك الباب: السلام عليكم، مشان الله رغيف خبز، سندويشة فلافل، بس 2000 ليرة كرمال الله. هل يسألك هذا السائل وقلبه معلق بالسيارة والبيت والبوط والطاقية والساعة؟ هل يسألك وقلبه شارد عنك، ولا يسألك وهو كله شو؟ كل أحاسيسه موجهة إليك. الغريزة، القط لما بده يجي على شافة أكل، شافة دجاج، بيقف عن بعيد عنها، بيناور، بيطلع، بشوف المسافات، بشوف شو في وين، شلون بده يتحرك، بيضب رقبته، بيوطي راسه، بيمد رجليه، يتقرب ثم ينقض إليها. وين قلبه؟ موجود ولا غايب؟ موجود. غريزة هذه. لما بدك تسأل الله بدك تسأله وأنت شديد اليقين بإجابة الله عز وجل لك. أبدا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. يعني قاعد عم يدعي بس هو لا موقن ولا مسلم لله عز وجل، وقلبه مشغول بالدنيا وهون وهون وهون.
أما قرأنا قول الله عز وجل قال كذلك قال ربك هو علي هين. شو هو اللي هين؟ ختيار كبير بالسن، وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، ولم يكن بدعاء الله شقيا، ومرته عاقر وخاف الموالي من بعده. معناها موانع الإجابة موجودة، الموانع الرياضية، بس الله هين عليه ولا لا؟ هين. ومريم عليها السلام انتبذت من قومها مكانا شرقيا، وإجاها الملك وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. بعدين قال كذلك قال ربك هو علي هين، أن يخلق الله عز وجل عبدا في رحم مريم وبطنها وتحمل به وتضعه من غير أب. هذا في علم الرياضيات والعقول، هذا خارج المنطق، لكن الله عليه هين ولا لا؟ مريضك ما بيعجزه الله، ودينك ما بيعجزه الله، وظيفتك ما بتعجز الله، وما عندك بيت ما بيعجز الله، وما عندك مال ما بيعجز الله، وما عندك زوجة ما بيعجز الله. إذا كان الذي خارج إطار العقل وخارج دائرة المنطق الله قال عنه هو علي هين. لذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، بدك تدعو الله مع الرجاء، مع حضور القلب، مع شدة اليقين بأن الله عز وجل سيستجيب. والآن سنرى كيف سيستجيب في مواضع أخرى. وحين يختم القرآن العظيم سورة ياسين يختمها بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما الله خاطب السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، شو قالتا؟ أتينا طائعين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من أيمت؟ من شي 50 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، آلاف السنين. والشمس مأمورة بأمر الله عز وجل، والقمر مأمور بأمر الله عز وجل. بده يعجزك رغيف خبز؟ بده يعجزه بكالوريا تبعك؟ بده يعجزه أنه ما عندك بيت؟ بده يعجز الله سبحانه وتعالى أنه أنت عليك ديون؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. الأمر الأول قال الدعاء، أول شرط من شروطه أن يكون القلب حاضرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما بدك تسأل الله وتدعو بدك تجيب القلب وتقول له يا قلب أتعبتني، أهلكتني، وين رايح؟ أنا جسمي بين يدي الله عز وجل وأنت لاهي وغافل. احضر وتذلل وارجي الله عز وجل منك شدة اليقين به وعظيم الرجاء بجنابه، وشوف الله كيف سيعطيك من واسع فضله شيء يذهل عقلك. قال وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. خليك شوف القط كيف، وشوف المتسول كيف. وحتى المتسولين متعلمين لغة جديدة، يعني بيورجيك منتهى الذل مشان 2000 ليرة. بتشوفون بالجوامع يقفون يا أخواننا والله أنا ماني شحاد بس الله وكيل. يعني أنت قلبك يتقطع عليه، وبالغالب هو إيه؟ نصاب. بالغالب قد يكون صادق، لكن هو كذاب ونصاب وعم يمثل، وبيخليك تعطف عليه وتحن عليه وتطالع وتعطيه من المال. كيف لو كان صادقا وهو يخاطب عبدا مثله؟
طيب كيف لو كان صادقا وهو يخاطب رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ كيف يخاطبه؟ اللهم اغفر لي ارحمني يا الله، ولا بتخاطبه أنت بمنتهى الذل، بمنتهى الحضور، وبمنتهى اليقين؟ قال: ومن شروط إجابة الدعاء ومن موانع إجابتها أن يستعجل العبد، أن يستعجل. يا رب أسألك سيارة فيراري تكون صفرة هيك عليها شوية سواد وتكون 2026، أو بورش. بعد ساعتين ثلاثة شهر شهرين ما اجت السيارة، بيقول لك الله ما استجاب لي، الله ما استجاب لي. هلا لا حدا يروح يسأل الله بدي سيارة، أصلا ما في شوارع تمشي عليها البورش ولا الفيراري ولا غيرها. لا تستعجل إذا دعوت. أنت أصلا موقن بأن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا تستعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. لا تعطي. يا رب سخيلك ولد يحمل اسمي، ويا رب بنت تكون يعني دكتورة، ويا رب. الله بيقول له لجبريل: لا تعطي. ليش يا رب؟ قال: إني أحب أن أسمع صوته. بده إياك تدعيه مو مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، لأنه يا أخواننا مجرد أنك دعوته أنت معترف له بالربوبية والألوهية والقدرة المطلقة، وهذا عين التوحيد الذي سيأتينا في آخر الحديث. لما عم تسأل الله تسأله وأنت موقن أنه رب السماوات والأرض، وأنه يغير الكون بقوله كن فيكون. غير الكون لنوح بكلمة واحدة، قال: إني مغلوب فانتصر، بس بصدق وبيقين، ونبي مرسل كريم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كرمال عيون نوح الله أغرق الأرض كلها، أغرق الدنيا من أجل نوح عليه السلام. فإذن لا تستعجل، واعلم أن الله إذا أمسك عنك الحاجة التي تلح أنت بالسؤال بها يمسكها حبا فيك، لأنه يحب أن يسمع صوتك. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. وما أجمل هذه الكلمة يا أخواننا: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. شوف في حياتنا العامة: السلام عليكم، الله يخلي لك مرتك، الله يخلي لك أولادك، مشان الله بس هيك ربطة خبز، روح ولا الع من هون، سكر باب وشه، بيفتح دخيلك. كرمال عيون أمك، كرمال حبيبك النبي، كرمال روح أبوك، بس ربطة خبز، روح لكن الع بعدين. يا سيدنا شوف وضعي، والله ما أكلت صار لي يومين، مشان الله بس ربطة خبز. هذا شو اسمه؟ أدمن قرع الباب. بعدين شو بيقول لابنه؟ بيقول له: لك بابا أعطيه ربطة خبز وخلصنا منه، مشان يحل عنا حاجة لسه عم يدقدق على الأبواب. ولله المثل الأعلى. وما رأينا ولا سمعنا ولا قرأنا عن عبد ألح وأصر على طرق الباب إلا وفتحت له الأبواب. أبدا أبدا. واللحوح الناس بتكرهه الله بيحبه،
الناس بيكرهوا العبد اللحوح، لحوح 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 لحوح، بس هذا العبد الله بيحب اللحوح على باب الله. طالما أنك ألحيت وأصريت على باب الباري عز وجل، يا رب أنا من 2 طلبت منك وأنت ما أعطيتني، ولا زلت أطلب منك وسأظل أطلب منك حتى ترث آخر نفس من أنفاسي، ولا تقطعني عنك، ودخيلك يا رب، ويا رب بلطفك. هذا اللي الله بده إياه منك. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا تستعظم الذنب على باب الباري عز وجل، ولا تستعظم الحاجة. الله قضاء الحاجات. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني رجل نباش، مصلحته نباش. قال له النبي: شو نباش؟ قال: أتبع الجنازة فإذا انقضى عنها أهلها نبشت القبر عليها فعريتها وأخذت الكفن وغسلته وبعته. دخيلك شو في المصلحة أستاذ علاء؟ دخيل الله، شو المصلحة هاي؟ هذا شغلته نباش قبور، بس يروحوا أهل الجنازة لسه على الكفن جديد، بيطالع، بيحفر القبر، بيطالع الجثة، بيعريها، وبياخذ الكفن وبيغسلوا 5 أكفان للمرأة و3 أكفان للرجل. والله تجرى، بياخذهم بيغسلهم بيزبطهم بيرجع بيهم. قال: فماتت امرأة فتبعتها، فلما نبشت القبر عليها وعريتها أغرتني، حلوة، لأنه هلا ميتة ساعتها تازة، فوقعت بها وهي ميتة يا رسول الله. تخيل. فغضب رسول الله حتى بان ذلك في وجهه، والزلمة لما شاف النبي هيك مضى. فجاء جبريل يقول: يا رسول الله، أدرك الرجل فإن الله قد غفر له ذنبه. لا تستعظم ولا تستكبر. يعني هلا واحد بيقول: والله الشيخ عم يقول روحوا كيفوا أخي، اعصوا اعملوا بدكم إياه. لا يا ابني، لا تفهم هذا. افهم أنك إذا وقعت وغرتك النفس وأغواك الشيطان ودندن لك على أوتار المعصية ووقعت فيها، هون لا تستعظمها على باب الباري عز وجل. 3 الذين خلفوا عن مين خلفوا؟ عن رسول الله في تبوك، تخلفوا عن النبي. في أعظم من هذه المعصية؟ رسول الله الآن الناس تشتهي أن ترى كحل عينيه بكل ما نملك. ما بتشتهوا تشوفوا النبي؟ إذا قال لك ادفع سيارتك وبفرجيك رسول الله، بتدفع ولا لا؟ النبي يقول: يفتدي أحدهم رؤيتي بماله وأهله. هدول صحابة وكرام، وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وشايفين النبي ورأوا معجزاته وأسلموا معه، وشايفين الجيش عم يتجهز، ومع ذلك تخلفوا عن رسول الله. الله تاب عليهم ولا لا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ثم قال: وعلى 3 الذين خلفوا. تاب الله عليهم، خلص تابوا، استغفروا ودعوا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله عز وجل: ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. وجاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي كان يدعو، معاذ يؤمن، ومعاذ يدعو والنبي يؤمن. فجاء أعرابي وقال: يا رسول الله، والله ما أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. قال رسول الله له: قال يا أخ العرب، تسأل الله ماذا؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال: أنا ومعاذ حولها ندندن، أنا ومعاذ حول الجنة والنار ندندن، الله يجيرنا من جهنم ويدخلنا الجنة وخلصت. قال: ومن أهم ما يسأل العبد ربه المغفرة ومستلزماتها ودخول الجنة والعياذ من النار. ولا يمنع هذا أن تسأل الله عز وجل لدنياك. ففي الحديث: يا موسى سلني
ولو لملح عجينك ولو لشراك نعلك. ادعو الله عز وجل، بيت وسيارة وزوجة وأموال وأولاد، ثم تقول واجعل كل ذلك في طاعتك وفي خدمة دينك. اسأل الله العافية. روح على المشفى وشوف العالم بالطابور والدور قديش واقفة. روح شوف أمراض السرطانات والجرعات الكيماوية، وروح شوف أمراض الكلى والغسيل. روح شوف اللي يا أخواننا، نسأل الله اللطف، نسأل الله العافية. روحوا إلى أطباء العصبية المتخصصين بأمراض الأطفال، بتشوف ولد 6 7 8 سنين لساته يتبول على نفسه، عنده ارتخاء بالمثانة. وبتشوف واحد ما بيعرف يمشي، بتشوف واحد ما بيعرف يحكي، بتشوف واحد ما بيعرف يكتب، بتشوف واحد عنده توحد. موجود ولا لا؟ اسأل الله العافية. انت ما شاء الله كان عليك طول بعرض بوسامة بجمال بهيبة. سألوا الله كل شيء، سألوا الله كل شيء يخطر لبالكم. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: ومن رحمة الله بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من حوائج الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في المسند من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعون الصلاة على النبي، قال: ما من أحد يدعو الله بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم أن المصطفى قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. وهذا هام جدا. لا تدعو تقول الله ما أعطاني، الله يعطيك بهذه الدعوة إحدى ثلاث. مين في بالغرفة هون؟ في حدا هون؟ يا أستاذ بدون صوت الله يرضيكم. ثم قال: إما أن يعجل له دعوته، مو أنت طلبت من الله بيت أعطاك، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. دعوت الله، الله وفقك للدعاء، معناها في 3 شغلات يجوا: إما بيعطيك يا رب البكالوريا وابني وبنتي يا رب، والجامعة يا رب وكذا، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة. ولذلك يتمنى أهل الدعاء يوم القيامة أن الله لم يستجب منهم حاجة من حوائج الدنيا، لأنه أخر لهم إياها إلى يوم القيامة. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، مثل الدعوة اللي أنت دعوت الله بها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. قال: والإلحاح بالدعاء بالمغفرة من الموجبات لها. وجاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الباري عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: فلا تظنوا بالله إلا خيرا. ومن أرجى ما ستسمعون يا أيها الإخوة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيد بن جبير من حديث ابن عمر مرفوعا قال: يأتي الله بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف؟ فيقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى: لا بأس عليك عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به.
قال يا رب ما هو؟ قال كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. مستهينين الناس، تستهين بهذه الكلمة، يقول لك شو بدنا ندعو أستاذ. حرف واحد كان سببا، أول وحدة في ستر الله، ثاني وحدة في مغفرة الله، ثالث وحدة في عفو الله. الحرف الذي جئت به والحسنة أنك كنت لا ترجو العفو من أحد غير الله عز وجل، غير الله سبحانه وتعالى. إبراهيم لما قذف في النار قال له جبريل يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، منك ما بدي شيء، وأما من الله عز وجل فحسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال ابن رجب يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وفي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. يعظم الرغبة على الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب وعند الحاكم من حديث جابر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على رأسه يقول وذنوباه يا رسول الله، وذنوباه، يعني واصل لمرحلة إيه؟ خلص أهلكته الذنوب، أهلكته المعاصي، وذنوباه يا رسول الله. النبي ناداله وقال قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها، فقال له رسول الله عد فعاد، فقال له عد فعاد، فقال قم فقد غفر الله لك. 3 مرات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. قالها 3 مرات، النبي قال له قم فقد غفر الله ذنبك. معناها يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا أخواننا بيجينا رمضان، الله يعيد علينا بالأمن والإيمان. هلأ قريبا كم يومين بيخلص شوال، مو هيك؟ رمضان وقيام وصيام ودعاء قبل الإفطار ودعاء قبل الفجر ودعاء عند السحر ودعاء بليلة القدر ودعاء أدعية. ضاعت؟ لا، ما ضاعت يا أخواننا. وأنا أقول لكم عملت المحاضرة أظن كان اسمها عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. رمضان راح وشوال كمان راح، الذي أحسن به أحسن. اليوم انتهى، طلعت الشمس من المشرق وغابت من المغرب وانتهت. عقارب الساعة ما بترجع، أنت اللي خسرت أو ربحت. كل الأدعية التي دعوت بها في رمضان وفي ليالي القدر أجيبت بإذن الله وأمره. هلأ كيف أجيبت والطريقة؟ أنت مانك أكرم من الله عز وجل. الله الذي يقول إنه قال كذلك قال ربك هو علي هين، الله بيستجيب لك إياها. لكن متى وكيف أنت ما فيك تقدر. والنعمة التي أنت فيها الآن هي نتاج دعوات أنت سألتها ويمكن نسيتها. الآن أنت عايش بنعمة هي نتاج دعوات أنت دعوت الله بها، بس أنت نسيت. بس الله ما بينسى، الله مدخر لك ياهن، يعطيك العطية في وقتها، لأنه من أسمائه الحسنى جل جلاله الحكيم. الحكيم. أحيانا تطلب من الله طلب ما بيعطيك، لأنه الطلب اللي أنت طلبته ضرر عليك.
يا رب سيارة، يا رب سيارة، كل الناس عندهم أنا ما عندي. يا رب، هو الله بيعلم أنه لو جبنا لك سيارة بتعمل فيها حادث وبتنشل، فالله بيمنعك، ما بيعطيك سيارة. ليش الله ما أعطانا؟ الشيخ عم يقول أنه ما بتدعوا الله، الله بيعطيكم. الله ما أعطاك لأنه يحبك ولأنه أعلم بحالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمنع أحدكم العطاء كما وهو يحبه. إن الله ليمنع أحدكم العطاء وهو يحبه كأحدكم يمنع مريضه الماء وهو يحبه. اللي عنده فشل كلوي وعطش بتشربه مي؟ ولو كانت أمك: يا ماما مشان الله كاسة مي. أنا رأيت هذا بعيوني التنتين. رأيت واحدة من أرحامي رحمه الله ماتت، كانت مريضة فشل كلوي ومشتهية الكازوزة. زماننا كان في ما كان في كولا، كان كازوزة. هي الكازوزة كلها تقول له: يا مشان الله كازوزة. هو يبكي يا حرام، بدي أجيب لك كازوزة، بس إذا أعطاها كازوزة شو بيعمل فيها؟ يقتلها. يروح عند الدكتور يقول له: دكتور مشان الله خليني بس. قال له: إذا بدك تجيب لها كازوزة بتموتها. كانوا يشربوها المي بقمع الكشتبان تبع الخياطة، هيك كاسة صغيرة. أحيانا أنت عم تمنعه المي مو لأنك ما بتحبه، أنت لأنك بتحبه عم تمنعه المي. أحيانا الله يمنعك العطاء لأنه الله بيحبك. الله يعلم أن هذا ضرر عليك وبالتالي منعك، لكنه أبدلك، إما أنه أجلها لك إلى يوم القيامة، وإما أنه دفع عنك بها سوء. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. إذا السبب الأول الدعاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم. السبب الثاني، قال ربنا يخاطبنا، قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. في رواية ولا أبالي، غفرت لك. لو اجت ذنوبك من هون لآخر السماء، طبعا السماء المقصود فيها كل ما علاك فهو سماء. كل ما علاك يعني مو السماء هي الزرقاء اللي نراها، هذه ليست سماء، هذه انعكاسات أضواء. إذن لو بلغت ذنوبك إلى أبعد ما تتخيل، الله عز وجل يغفرها لك ولا يبالي سبحانه وتعالى. هذا الاستغفار له أسرار عجيبة لا يعلمها إلا من جربها. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله، يقسم أمير المؤمنين الفاروق، لو نزلت صاعقة من السماء على أهل الأرض ما أصابت مستغفر. لأن الصاعقة ما بتميز بين حدا، لكن لو نزلت صاعقة وشقت الأرض بالنص ما تصيب مستغفر. أهل الاستغفار، أهل التوبة إلى الله عز وجل، الله يغفر لك ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، والله سبحانه وتعالى لا يبالي. قال: السبب الثاني الاستغفار ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. وفي الرواية الأخرى: لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر الله لكم. قال ابن رجب: والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. وقاية شر الذنوب مع سترها. لذلك ليلة القدر ما قال لعائشة النبي قال لها، ما قال قولي اللهم اغفر لي واستغفر الله، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن العفو أعظم من المغفرة. المغفرة قال ابن رجب هي وقاية شر الذنوب مع سترها، بس هي موجودة
الله غفرها وقاك شرها وستر لك إياها، لكن هي موجودة. أما العفو فإنه محو الذنب وأثره كله. لذلك ليلة القدر اللي ضاعت عليه ضاع عليه العمر كله، ضاع عليه العمر كله، لأن العفو أشمل وأعظم من المغفرة. المغفرة وقاية شر الذنب مع ستره، خلص الله كافاك بس هو موجود. قالت العرب عفت الريح على الأثر، يعني ما عاد موجود أبدا. مكان الحافر تبع الخيل بالصحراء مبين، لما بتيجي الريح وبتحمل معها تراب شو بتعمل فيه؟ بتغطيه. قالوا عفت الريح على الأثر، يعني محته ومسحته ما عاد له وجود أبدا. أما الاستغفار فهو وقاية شر الذنب مع ستره على صاحبه. وقد كثر في القرآن فتارة يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وتارة يقول واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة يقول يمدحهم يقول والمستغفرين بالأسحار، ويقول وبالأسحار هم يستغفرون، إلى آخر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الاستغفار. قال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. لما تخرج من الخلاء تقول غفرانك، تستغفر الله. ليش أنت عملت خطيئة؟ لا، الذي أذهب عني الأذى وعافاني. تخيل هذا الأذى ضل ببطنك شو بيعمل لك؟ نسأل الله الستر، نسأل الله السلامة. غفرانك. وعلى الأكل تستغفر الله عز وجل، وبعد الذنب تستغفر الله، وبعد الصلاة تستغفر. ليش أنت كنت عم تعصي؟ لا، قال الاستغفار غير منوط في المعصية فقط. الاستغفار يكون بعد الذنب لقوله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا استغفار بعد إيه؟ بعد معصية. وفي استغفار بعد الطاعة، استغفار بعد الطاعة. قال ربنا جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد عرفة والنفرة ومزدلفة استغفروا الله. نعم. وبعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته استغفر الله 3. الحديث في مسلم. قال بعض رواة الحديث وهو الأوزاعي قيل كيف كان يستغفر الله؟ قال كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إذن بعد الصلاة، بعد عرفة، بعد الصيام، بعد المعصية، بعد الخلاء، بعد الطعام، معناها الاستغفار دائما مع المؤمن. دائما استغفر الله. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قال السحب وقال ما بلغت إليه البصر، غفرت لك. بمحيها الله سبحانه وتعالى، ما بتعجزه. ما استغفرت وتبت واعترفت وتيقنت أن الله عز وجل غفور رحيم. من طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما كان من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. راح أنت أكلت شاورما ومشاوي وشيش وتبولة ومع ذلك غفرت لك ذنوبك لأنك أدركت أن الله عز وجل غفور رحيم. إذن استغفار. قال وفي حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له. لمجرد علمه بأن هذه النجوم المصفوفة
لها رب صفها. حبات الرمان مين اللي يزرعها هيك جنب بعضها؟ جل جلاله. الجوز، تكسر الجوزة بتشوفها شلون ملفوفة. اليخنة الملفوف هذا واحدة هيك واحدة هيك واحدة هيك واحدة هيك. الخس جل جلاله. والنجوم أيضا مرصوفة رصفا دخيل الخلاق العظيم. فهذا الرجل ثار في قلبه الإيمان وقال له يا رب هاي النجوم أعلم أن لك ربا خالقا، اللهم اغفر لي. فبعلمه بخلق النجوم قال المصطفى فغفر الله له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المصطفى قال أن عبدا أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين، يعني اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، علم رب عبدي. ثم قال في المرة الثالثة اشهدوا أني قد غفرت لعبدي وإن عاد. لذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر، لأن الله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال بعضهم أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. يعني أحيانا أستغفر الله بدها استغفار، إنه قالها وهو ما له مدرك وما له مستشعر عظمة من عصى ورجاء من يدعوه سبحانه وتعالى. إذن الأمر الثاني من موجبات الإجابة أول واحد الدعاء، الثاني الاستغفار. غفرت لك ولا أبالي. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس أن المصطفى قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تذكروا بشو بدأنا الدرس؟ بدأنا المحاضرة بأن الخلق كلهم قد يخطئون إلا رسول الله، ما هيك؟ طب اسمعوا ماذا قال المصطفى لأفضل الخلق بعد الأنبياء. من هو؟ الصديق أبو بكر الصديق، أفضل الخلق بعد الأنبياء. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لمين هذا الكلام؟ لسيدنا الصديق. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أول وحدة أبو بكر الصديق ضمنان الجنة، لأن النبي يقول أبو بكر في الجنة، صح؟ أول واحد بشر بالجنة هو الصديق. والقرآن ذكره في 3 مواضع في كتاب الله، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وقوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، وقوله ولسوف يرضى. 3 مرات الله ذكر أبو بكر الصديق، ومع ذلك يقول له رسول الله قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كم بقي أستاذ للأذان؟ 3 دقائق. الأخيرة، وقبل الأخيرة ما نقول الأخيرة، رسول الله
سيد الخلق ماذا كان يقول؟ يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال: السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما أقل من الشرك، لمن يشاء. متى ما في شرك معناها الذنب مغفور ومستور. وفي المسند من حديث شداد وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، هذا التوحيد. فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله يده ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم ذنوبكم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يحمل الرجاء بالله سبحانه وتعالى، ويحمل حسن الظن به جل جلاله. فإذا الله فتح لك الأبواب، أنت ليش مسكرها على حالك؟ ادعو، بس في بالليل، بالنهار، الصبح، قبل الأكل، بعد الأكل، أنت رايح على شغلك، دائما عود لسانك أن يسأل الله عز وجل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعل هذا الحديث سببا في رجائنا بجنابك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أجيبوا المؤذن أثابكم الله. وأنا أشهد